تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قدر ما استبشرت برقم ذكره السيد رئيس الحكومة في الخطاب اللي قدمه، هو رقم نمو تقريبا 4%، يعني ملي كانت نسبة النمو من من تقريبا سنين إلا سنين تولي مع بلوس سنين، يعني نسبة 4%. بقدر ما استبشرت بالرقم هذا، قدر ما أفزعني رقم آخر قدمه السيد رئيس الحكومة اللي هو نسبة الفقر في تونس، واللي هي تقريبا 24%، يعني 24% من الشعب التونسي اليوم على عتبة الفقر. ومع ذلك نلقاو فقط 235 ألف عائلة تونسية باش تتمتع بمحنة، وما نلقاوش عفوا منحة، لأن المحنة موجودة. منحة نعم، لأن فعلا نعيشوا في محنة، والكلام ساعات يغلب. ومع ذلك ما نلقاوش أي إشارة لزيادة في الأسعار في الأجور، بل نلقاوها أنها مرتبطة بالمفاوضات الاجتماعية. ونلقاو أنه سيد رئيس الحكومة يوعد في الشعب التونسي أنه ممكن الأسعار هذه تنزل من هنا حتى يكشي شهر رمضان، وكذلك يقول لن نقترض لنأكل. ولهذا أسأل السيد رئيس الحكومة الغائب عن هذه الجلسة وأقول له من أين سيأكل الشعب التونسي يا سيادة رئيس الحكومة؟ نقعدوا نستناو رمضان باش ناكلوا؟ ثم مع ذلك السيد وزير الفلاحة يقول أنه نسبة الارتفاع في المنتوج الفلاحي توصل في بعض المواد لأكثر من 30%، يعني موسم فلاحي ممتاز جدا. ومع ذلك نسمع أنه قوت التونسي اليوم يا إما مهربة في قوافل لأقطار أخرى، وإلا مسروقة ومقفل عليها في مخازن يمتلكها محتكرين ومسالك توزيع فاسدة. هنا أقول أين الأمن وأين القضاء؟ من حق الشعب التونسي اليوم أنه يشوف السارقين متاعه، من حقي اليوم كمواطنة تونسية نشوف في الإعلام شكون اللي قاعد يسرق لي في قوتي وقوت عائلتي. ولهذا نطالب تفعيل الجهاز الأمني والجهاز القضائي مش فقط أنهم يقتحموا المخازن هذه حتى ولو كانت مسلحة، ولكن يتم عرض المجرمين هذوما والسارقين هذوما قدام كل الشعب التونسي باش يراش كل اللي قاعد يسرق فيه اليوم. مسألة أخرى نحب نتعرض لها اللي هي العفو التشريعي العام. للأسف الشديد اليوم في بلادنا فما مزاد مفتوح، وفما قضايا ومواضيع تدخل في المزاد هذايا اللي نحبوا نعليولها في الأسهم متاحة نعليوها، ولو هي أحيانا ما تستحقش 5 دقائق باش نحكيو فيها، واللي نحبوا نخفضولها في الأسهم متاحة كذلك نخفضوها. ولكن سادة الكرام، ملف العفو التشريعي العام ملف ليس للبيع، ملف عنده أصحابه، وأصحابه أصحاب حق وما همش مسلمين في الحق متاعهم. والسيد النائب اللي تكلم لهنا في الجلسة الأولى وقال هذوما كيما صبروا يزيدوا يصبروا، فأدعوه بكل لطف السيد النائب هذايا أنه يمشي لهم ويتعلم الصبر معاهم ويصبر معاهم نهار ولا نهارين، ولا بأس كذلك لو كان يتبرع بجزء من المرتب نتاعو ولا حتى مرتبه كامل للتنمية ولموضوع التشغيل. وهنا نحب نقول لكم اللي المعتصمين قدام المجلس أكثر من 10 أيام، سامحني مش نقص على كلمة احتراما للضيوف، لأنهم هذوما معتصمين أكثر من 10 أيام لهنا قدام المجلس وما مشينا لهمش وما تحدثناش معاهم. رجاء من السادة النواب يمشيوا لهم ويشوفوا كيفاش عسكري بالرتب نتاعو معيش العائلة نتاعو على 130 دينار منحة ياخذ فيها وهو ضابط بالرتب نتاعو. نشوفوا طلبة وتلاميذ ما قدروش يتمتعوا حياتهم كاملة بوظيفة ولا حتى باشتروا وظيفة. مسألة أخرى نحب نتطرق لها لو تسمح كذلك، هي ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين اللي ما لقاو لهمش ذكر في البرنامج الحكومي. هذوما ماهوش طالبين حسنة من الحكومة، هذوما كل ما يطلبوه هو مواطنة كاملة على أساس الحقوق والواجبات، قوانين تضمن لهم شعورهم مواطنة كاملة على أساس الحقوق والواجبات. وأخيرا رجاء، النظام السابق كرس واقع تنموي غير عادل بين الجهات، فأرجو كل الرجاء انه الثوره ما تكرسش عقليه جهويه، وهذا اللي قاعد يصير اليوم للاسف عبر نواب الشعب. ولينا نتكلموا على جهاتنا، بل اكثر من ذلك ولينا نسميو في لاله مبروكه ولاله محبوبه وسي فلان وسي فلتان، يعني كنا عندنا قائمات زميلتي العزيزه انتهى الوقت. رجاء المجلس هذايا دور وطني، فلن نلتزم جميعا بالدور الوطني للمجلس الوطني التاسيسي. شكرا.